أهلا أهلا يا حلوين، رجعت لكم بوصفة براونيز من ألذ الوصفات، ومكوناتها عن جد كتير بسيطة وسهلة التحضير. وممكن كمان تعملوها لأطفالكم يستفيدوا من البطاطا الحلوة لو ما بيحبوا ياكلوها هيك. فهذا الطريقة كتير زاكية وسعراتها جدا قليلة، وكمان بترضي الرغبة بحاجة حلوة، والأهم إنها مناسبة لمقاومة الأنسولين وخسارة الوزن، وكمان فيها فوائد صحية لا تعد ولا تحصى. ففي البداية بنحتاج لحبات من البطاطا الحلوة، تقريبا 3 حبات كبار أو حسب الرغبة تبعتكم. ممكن نشويها بالكيس الحراري بالفرن أو نسلقها بالطريقة العادية جدا. فأنا حبيت أسلقها، حطيت عليها المية، لما تستوي وتكون جاهزة معنا، يعني ندخل فيها الشوكة تكون مستوية ومنتهية، هيك بتكون صارت جاهزة. نبدأ نقشرها ونضيفها في طبق اللي حنبدأ نعمل فيه الوصفة. الأشخاص اللي ما بتحب البطاطا الحلوة ممكن نستبدل نفس الكمية بالموز، يعني 3 حبات موز، وكمان ممكن نستبدلها بالقرع، ما في أي مشكلة. ولكن كل ما استخدمنا حاجة مو حلوة نحتاج نضيف عليها سكر أكتر. البطاطا الحلوة فيها فيتامين A بطريقة جدا كبيرة ومشبعة، تعتبر من الألياف المعقدة، يعني بتطول في المعدة، فبالتالي ما بنحس بالجوع لفترة طويلة. فبديت أهرس بالبطاطا الحلوة بالشوكة، وممكن كمان نضيف كل المكونات في الخلاط الكهربائي، بتكون مهروسة أحسن وناعمة أكتر. بعد هيك حنضيف كاكاو خام، يفضل يكون بدون سكر. حنضيف تقريبا ملعقتين كبار، وكمان حنضيف 2 بيض. يعني هي المكونات الأساسية، البطاطا الحلوة والكاكاو الخام والبيض. بعد هيك ممكن نحليها بعسل ونضيف النكهات زي ستيفا أو الفانيلا اللي انتم بتحبوا، ولكن أساسيات الوصفة هي 3 مكونات أساسية فقط، والتحلاية هذه بتكون اختياري إلكم اللي انتم بتحبوه. في أشخاص ما بتحب تحليها، تكتفي على حلات البطاطا الحلوة، ولكن ما بأنصح، لأنه البطاطا الحلوة تحتاج إن نحليها بشوية عسل. فضفت فانيلا وكمان عسل علشان نحلي الوصفة، ونحرك كل المكونات مع بعض لنتأكد إنه ما في أي تكتلات وكل المكونات تجانست مع بعض. وبهيك بتكون خلصت مقادير الوصفة. ممكن نضيفوا كمان بالخليط شوكولات شيبس أو أي نوع من المكسرات اللي انتم بتحبوه، فكمان بينفع. بعد هيك نجهز القالب اللي احنا راح نضيف فيه الخليط، ندهن بشوية زيت، ممكن كمان ورق زبدة، ونضيف عليه الخليط البراونيز اللي احنا عملناه، ونجهز الفرن بهذه الأثناء علشان نضمن إنه حتنفخ معانا. ضروري نجهز إن الفرن يكون محمى مسبقا. ضفت على الوجه شوية شوكولات شيبس ودخلتها الفرن، تقريبا أخذت معايا 35 دقيقة. أهم حاجة ما نفتح الفرن، وكمان نخليها تسوي براحتها على نار هادية جدا. وبعد ما تطلع نتركها تبرد على الأقل نص ساعة، ضروري تبرد علشان تتماسك. فبعد ما بردت نبدأ نقطعها ونقدمها، وبكل سهولة الوصفة صارت جاهزة. عن جد الطعم كتير زاكي، لازم تجربوها وتكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. بالعافية عليكم، أشوفكم بوصفة وفيديو جديد.